اسمي بين طيات دعائكم، واذكروني إذا رجوت من الله الغفران أو سألتموه الجنان. ذكر قبل من كنت ويا أهل زوجي مجموعة مشتريات كلش بسيطة أخذتها للعيد. سبحان الله. الفيديو ما شاء الله كله روتين وتنظيف. أنا بحياتي يعني ما أعرف أحلق حلاقة رجالية الحاسمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيت سيدنا محمد. قوافل العتقاء أوشكت على الرحيل، فاجمعوا الزاد وادركوا الركب واجتهدوا لعلكم تدركوا ليلة القدر. اذكروا اسمي بين طيات دعائكم، واذكروني إذا رجوت من الله الغفران أو سألتموه الجنان. فضموا اسمي إلى أسمائكم فإني أحبكم في الله. حياكم الله متابعي الأعزاء ومتابعات الغاليات، شلونكم يا أهلي يا طيبين؟ عساكم إن شاء الله كلكم بخير. اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو روتين مال يومين تنظيف البيت استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك. إن شاء الله عيد مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد، وربي يجزي هاي الغمة عن هاي الأمة وترجع الأمور لطبيعتها، وتزورون أحبابكم وأهلكم وتستمتعون بالعيد وأيام العيد إن شاء الله. طبعا بديت بالبداية ألملم زينة شهر رمضان وكل شي راح أخليه بالعلالق وأخليه بصندوق وأحتفظ بيه، وإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى انطانا عمر وعافية للسنة القادمة نطلعهن هم نعلقهن. أتذكر قبل من كنت ويا أهل زوجي إحنا كنا كناين يعني موجودين بالبيت. بالبداية كنا ننظف البيت، يعني الاستقبال والمطبخ والملحقات الباقية مالت البيت، وبعدين يلا نلتفت على غرفنا إحنا كناين. فاليوم من دا أنظف البيت أول مرة نظفت الطابق الأرضي، الصالة وغرفة الطعام والمطبخ. أتذكر ذيك الأيام هم يعني شلون كنا ننظف، ومن كنت أعدهلي قبل أنا وأختي هم شلون نبدي نبلش بتنظيف البيت، يعني نستقبل بيه العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. كانت أيام كلش حلوة، وإن شاء الله ربي يسعد أيامكم وما تشوفون إن شاء الله أي مكروه وأي ضرر. ألملم الغراض طبعا اللي شغلات اللي موجود وياها الباكيت مالتها أو الكيس مالتها رأسا راجعة بيها. أنا إذا أشتري شغلات إذا عندي مكان أحتفظ بالباكيتات والكارتونة مالتها، بس إذا ما عندي مكان مرات أتخلص من الكارتونة. فإذا عندك مكان احتفظي بالكارتونة، من تريدين تشيلين الغراض ترجعين تخليها بنفس الباكيت حتى تحافظين عليها. وحبيت أشارك وياكم مجموعة مشتريات كلش بسيطة أخذتها للعيد. أخذت هذا السيت مال الفناجين مالت القهوة. طبعا أنا شفت هواية أونلاين، هواية ديزاينات وهواية أشكال، بس من رحت للأسواق العربية ما لقيت عندها بس هذا الديزاين، فجبته وجيت. وأنا ما عندي ذهبي فقلت خلي أخذ هذا الذهبي. وأخذت هاي السيت مال السشاشين، هذا أخذته أونلاين بمجموعة سشاشين، وحتى المستحد اللي يحد السشاشين والمقص اللي تحتاجيه بالمطبخ. اليوم ما شاء الله الفيديو بكل شي وكل شي، مشتريات وتنظيف وترتيب. فاليوم استمتعوا، لأن كل ما أنظف شغلة بالبيت أطلع لكم مجموعة المشتريات اللي أخذتها ووين راح أخليها بالضبط. هيك أحسن، يعني ما خليت فيديو للمشتريات وفيديو للتنظيف، قلت خلي كلها أختصرها بفيديو واحد حتى يصير فيديو ممتع ومسلي، والواحد يعني من يتفرج ما يصير عنده ملل. طبعا هاي الكرتونة مالته أنا راح أحتفظ بيها حتى من أرد أشيلها أخلي بالكرتونة يعني أحافظ عليه. هو بيه 18 قطعة. بالبداية راح أشيل هاي الستائر، راح أغيرها اليوم، وبعدين أبدي أنظف الأثاث وأنظف الأخشاب الموجودة بالصالة، يعني تنظيف عادي مثل باقي التنظيفات، بس شوية اليوم يكون أكثر يعني التنظيف. هاي هنا أنا كل ما أطلع مجموعة ستائر أو شراشف أو شغلة رأسا أغسلها حتى لا يصير علي لود بالتنظيف، فأغسل بالما تخلص غسل أخليها بالمجفف تتجفف، أصفطها وأحتفظ بيها. وهاي هنا أنا بعد بدينا بالتنظيف. علقت البردات لأن الجو مطر برا كلش قوي، فما قدرت أطلع الزولية برا، فشلتها على جهة ونظفت من جواها وكملت، وبعدين رجعت فرشتها ونظفتها بالمكنسة الكهربائية. هاي بعد ما مسحت وكملت رجعت فرشتها ونظفتها بالمكنسة الكهربائية،
وبديت خليت هاي اللمسات الأخيرة. وهسه إن شاء الله هنشوف الشكل النهائي للصالة بعد ما رتبنا كل شي. هنا أنا عندي هاي غرفة الطعام، النشرة كنت خالتها من شهر رمضان ما شدتها، هي وهاي هاي الفروة اللي على الميز اللي يكون بغرفة الطعام. خليت هنا هذا السيت مال الشاي الفضي، وخليت هذا السيت الذهبي اللي شوفتكم اياه. اللي يريد شاي نصب له بالسيت الفضي، واللي يريد قهوة نصب له بالسيت الذهبي. وهذا صار الشكل النهائي لغرفة الطعام. وبالنسبة لفطورنا الحمد لله كان عندي أكل من قبل بيوم فحميته، والحمد لله والشكر خير وبركة، لأن كلش تعبت وما لحقت أطبخ يعني أكل جديد. وهذا ثاني يوم صار عندنا شوية أشوى من اليوم اللي قبله. مغيمة بس ماكو مطر. هاي الشجرة حبيت أصور لكم إياها، يمنا بالمنطقة شكلها كلش حلو. شوية حبيت أنوع لكم بمحتوى الفيديو، تنظيف، ترتيب، شوية من أجواء الطبيعة، حتى لا يكون الفيديو ممل يعني كله تنظيف وترتيب. هيك التنوع يكون حلو، والمتابع ما يمل يعني ويضوج من الفيديو، يبقى يتابع الفيديو وهو مستمتع. هاي ثاني يوم بديت أنظف الطابق الفوق. وهسه هاي غرفة النوم راح أشوفكم شوية مشتريات همين أخذتها، لأن أنا مثل ما قلت لكم ويا كل مكان أنظفه إذا عندي مشتريات إله راح أشوفكم المشتريات اللي أخذتها. أخذت هاي من الأسواق العربية، اسم الله اسم الجلالة واسم محمد عليه الصلاة والسلام راح أعلقها. وهاي البردات هم أخذتها من الأسواق العربية، هاي الرصاصي. بس هاي البردات التول أخذتها قبل ما يصير هذا الحظر. كان برلكتن أحد الأسواق اللي موجودة يمنا كانوا مفتحين، وأخذت هاي البردات، فاليوم جا وقتها يعني إنه أعلقها. خامتها كلش حلوة يعني رهمت ويا البردات الرصاص اللي جبتهن. وإن شاء الله هسه راح نبلش عاد بالتنظيف. اليوم الفيديو ما شاء الله كله روتين وتنظيف. اكو متابعات هواية يحبون فيديوهات الروتين والتنظيف، دائما يسألون يقولون سوينا روتين، سوينا تنظيف، غسل مواعين. هم منها تحفزين وهم منها تنطينا طاقة إيجابية. فاليوم هذا الفيديو كله عبارة عن طاقة إيجابية، تنظيف وأجواء من الطبيعة. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون ممتع، وانتوا تشاهدون الفيديو إن شاء الله تستمتعون به. هاي بديت أنزل البردات أول مرة، ونفس الحالة رأسا شكو عندي شغلات أطلعها من الغرف أنزلها للغسالة رأسا يعني أغسلها حتى ما تصير عندي الملابس بكثافة. هاي هنا أنا علقت البردات، وهسه راح أبدي أخلي اللمسات الأخيرة. تعرفون بعد كل غرفة من تخلي لها اللمسات الأخيرة هاي الديكورات راح تغير شكل الغرفة نهائي. هاي لفظ الجلالة واسم محمد عليه الصلاة والسلام علقتها هنا. وهسه إن شاء الله راح نكمل باقي الترتيب والتنظيف.
وبالنسبة لفطورنا اليوم كان عندي حشوة زايدة مال دولمة صفرة، كنت خالتها بالفريز، طلعتها قبل بليلة، خلتها بالثلاجة ولفيتها جهزتها. هنا أنا راح أطبخ شوربة. هذا العدس طبعا غسلته ونظفته، أول مرة نقعته وبعدين غسلته ونظفته سلقته. طبعا هاي الشوربة على طريقة الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية، كانت تخلين تمن وشعرية ويا العدس، فأنا همين هنا خالة تمن وشعرية ويا العدس، وخليت شوية كمون وكركم وفلفل أسود. هنا أنا بديت أحمس راس بصل شوية بزيت، شوية بس يتغير لون البصل أضيف عليه سن ثوم وقطعة من الزنجبيل، هم شوية أحمسها ويا البصل، وبعدين أرجع أخليها على الشوربة بعد ما يكون العدس والتمن استوى. يلا أضيف هذا البصل هذا بعد ما تغير لونه بهالشكل، راح أضيفه على العدس اللي جهز عندي. بالنسبة للزنجبيل اللي خالته أنا كان هذا الزنجبيل مفرز يعني مو فرش، أشتري الزنجبيل أنا أقشره وأسوي قطع وأخليه بأكياس غذائي خاصة بالتفريز وأخليه بالفريز. شو وقت ما أحتاج زنجبيل أطلع من الفريز وأقطعه، طعمه يعني يبقى ما يتغير نهائي. هاي بعد ما خليت البصل والزنجبيل والثوم، ضفت الملح حسب الذوق، وهنا أنا خليت رشة بسيطة من الليمندوزي حتى شوية تطيح موضة للشوربة. ما أضيف لها أني عصير ليمون للشوربة، لأن إذا تبقى عندي مثلا أسوي كمية كبيرة وتبقى من عندي أخليها بالثلاجة تحمض، يعني ما أدري سبحان الله، من أخلي وياها عصير ليمون تحمض الشوربة، بس من أخلي ليمندوزي أبد الشوربة لو ظل عندي 3 أيام بالثلاجة ما تحمض. هاي بعد ما استوت بالكامل جبت هذا الخلاط الكهربائي، شوي نعمت المواد، وورا ما أخلطها بالخلاط الكهربائي أبقيها في دقيقتين 3 على نار شوي على المتوسط إلى أن تدخن بالكامل، وبعدها إن شاء الله أطفي عليها الطباخ وتصير جاهزة للتقديم. طبعا مثل ما تعرفون الصالونات معزلة، الحلاقين معزلين، وخطية أبو يارا يعني شعره صار كلش طويل. فبعد ما كملت الفطور قال شلون أريد أحلق. طبعا هو يعرف يحلق شعره من قدام، فهو اشتغل بيه من القدام بالماكينة، بس بعد من الخلف ما يقدر يعني يرهمه، ما يقدر يشتغل بيه. فجيت أنا يعني باللي أعرفه شوي شوي بتوجيهاته، والحمد لله يعني اقتنع بالنتيجة النهائية. ولو أنا بحياتي يعني ما أعرف أحلق حلاقة رجالية، بس هاي أول مرة أجرب، والحمد لله يعني اقتنع بالشكل النهائي الشعرة من الخلف. وهاي بعد ما كملنا حلاقة أبو يارا وكملنا فطورنا وتنظيفنا لهذا اليوم. شوي اليوم الجو عندنا أشوى من اليوم اللي قبله، هي صحيح ما بيها مطر، بس كلش باردة، يعني بعد الجو عندنا باردة. اللحظة الحاسمة اللي الكل بالبيت ينتظر شو وقت يرفع جذر الدولمة. هذا فطورنا المتواضع. إن شاء الله كان هذا الفيديو ممتع ومسلي ومحفز بنفس الوقت. وشوفوا منظر الدولمة ما شاء الله يشهي يشهي. طبعا أنا كلش أحب الدولمة، أحبها يعني بكل أنواعها. وهاي باقي الحبشكلات، الطرشي، تمر، اللبن. هنا أنا عندي هاي الشوربة خليت عليها قليل من اللبن يصير طعمها كلش طيب، أو القشطة الحامضة إذا عندكم. حبايبي ولهنا أنا خلص الفيديو مالتنا. رمضان مبارك للجميع، صيام مقبول وإفطار شهي. ربي يعمر بيوتكم بالصحة والسلامة والأمن والإيمان، ويرزقكم من أوسع الأبواب ويطعم كل جوعان. ألتقيكم إن شاء الله بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمة، ومع ألف سلامة.